والله المراكب يهدلونا، المراكب يهدلونا، المراكب على يبهدلونا المراكب. يقول لك شوف شو صاير. سليم يبقى اجري للبن ارجع للسميد، روح للسميد ارجع للبن. صدق ماشي ناخذ قبيل البن والسميد والحليب. السلام عليكم الاخوان، ورجعنا في فيديو جديد. هادشي في بلد الكبرانات ما كيفرح، والضحيه هو الشعب. وعلاش الجزائريين ما كيهضروش على حقهم؟ وعلاش مازال ساكتين منذ سنين طويله على هاد الشوهه ديال الطوابير؟ علاش الشعب ما كينتفضش ويهضر على ابسط الامور اللي خاصها توفر ليه، اللي هي شكاره حليب؟ شكاره حليب وشوف شنو واقع عليها. هادي راه في بلاد البترول وفي بلاد الغاز. انا اللي ما بغاش يتفهم ليا هو علاش هاد الشعب مازال ساكت على هاد المهزله في 2024. هادي راها مهزله بحد ذاتها. انا عارفك اخويا الجزائري غادي تجي عندي التعاليق وتقول لي المغرب والمجاعه وديك القصه ديالكم الطويله. اسمع نقول لكم، ما غاديش نطول عليك وغادي نكون حيادي معاك بمعنى الكلمه. الفقر ما خطا حتى شي دوله، ما غاديش نكذب عليك، غادي نكون معاك صريح. اخي الجزائري كنقول لك حنا عندنا الفقر في المغرب، ولكن ماشي بهذه الطريقه اللي عندكم انتم اخويا. انا ما عرفتش كيفاه انتم مازال صابرين في 2024 وصابرين على هذه المهازل بحال هكا. انا ما عرفتش علاش بلد البترول بحال الجزائر مازال فيها نقص في المواد الغذائيه بهذه الطريقه. انا ما عرفتش فين كاين الخلل، واش في الشعب ولا في الحكومه، واش في التبون ولا في شنقريحه، واش في النظام كامل ولا في المخزن، ولا ما فهمتش. هادشي الصراحه ما كيبغيش يدخل لها. ولكن الطامه الكبرى هو ان علاش الشعب مازال ساكت على هذه المزاله. راه حنا في 2024، راكم بلد البترول. الجزائر دوله غنيه ماشي دوله فقيره، ولكن الفقر عندكم في الادمغه، والفقر عندكم في النظام، والفقر عندكم في التسيير، والفقر عندكم بزاف ديال الحوايج. يعني بمعنى الكلمه الجزائر فيها الدراهم، كما كتقولوا نتوما حنا كنقولوا الفلوس. الجزائر فيها الفلوس، ولكن انا اخي الجزائري عارف هادشي اللي كنقول ما غاديش يعجبك، وعارف هادشي اللي كيقول من حدك انت كتسمعو انت كتقطع من الداخل، لانها الحقيقه المر. وعارفك يا اخي الجزائري كتاسف على بلادك لانها وصلت لهذه الحاله ديال التدهور، لانها في ايادي ليست امينه. ثق بيا اخي الجزائري، الجزائر في ايادي ليست امينه للاسف. اخي الجزائري نجيك من الاخر، الجزائر كتحكمها عصابه بالقانون، بغيتي ولا كرهتي. وانا من عندي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يشوف من حال هذا الوضع وتغير الجزائر وترجع دولة بحالها بحال جميع الدول وتقدم وتطور. نفرحوا لكم كاملين، واخا العداوة اللي كديروا معنا. حنا المغاربة قلبنا كبير الحمد لله، والسلام عليكم.